حابب اخد رايك فيها. الى اين مدرب الجزائر جمال بالماضي؟ الى اين وليد الرجراجي؟ الى اين جلال القدري لمنتخب تونس؟ امير عبده لموريتانيا؟ روي فيكتوريا في مصر. اتكلم على يعني رايك انت، المدربين هل يستمروا ولا هل نكتفي بما قدموه المدربي المنتخبات العربيه؟ نبدا بالمنتخب الجزائري بما انك بتنتمي للجزائر بلد المليون شهيد. أكيد نتكلم على المنتخب الجزائري والإنجازات التي قام بها جمال بالماضي في السنوات الأخيرة بحصده لكأس إفريقيا نسخة مصر 2019. كانت رائعة وكانت يعني هذه كانت تعمل في صالح المدرب حقيقة. عندما تمسك المنتخب كان منهار تماما، المنتخب الجزائري، وعاد من تحت الأنقاض وحقق كأس كانت يعني بأمس الحاجة لها المنتخب الجزائري آنذاك في تلك الفترة بالخصوص. وشفنا أنه مسيرته من ناحية مدرب ناجحة 100%. ممكن أنه خانه الحظ في بعض المباريات، نقدر لا يكون اللوم عنه فقط وحده هو اللي يتحمل المسؤولية، ولكن هنالك طاقم معه يعمل. مدرب في المستوى، أنا أقول وأكرر أنه مدرب في المستوى، طموح، عنده كل الإرادة، عنده العزيمة، ولكن هنالك بعض المباريات تخونك فيها الحظ، تخونك فيها الحسابات. لا يعني نهاية العالم. أنا شفنا أنه أليو سيسي عندما كان مع المنتخب السنغالي لسنوات ماضية يعني حتى بقى على عارضة الفنية للمنتخب السنغالي لفترة طويلة، وذلك شفنا أنه الاستمرارية. وصل مع المنتخب السنغالي إلى النهائي في 2019 وثابر ولعب المنافسة اللي بعدين المنافسة بها حتى حصل على كأس أفريقيا. لابد أنه ممكن بعض الأخطاء يحاسب عنها جبل الماضي الذي أخطأ فيها، ولكن تبقى اختياراته اللي هو الأول وهو الأخير. من ناحية الإحصائيات غلبوها أكثر، أنه النتائج الإيجابية أكثر من أنه سلبية، أنه تقريبا خسر 5 مباريات أو 6 على الأقل. لا يعكس فشل هذا المدرب، بالعكس ناجح بالمئة. أنا كنت أتمنى أنه يبقى على العارضة الفنية بالنسبة لي المنتخب الجزائري حتى 2026 حتى ينتهي عقده. ولكن مشروع مدرب، الأخ لازم يقول مشروع مدرب وطني. نعم مشروع مدرب وطني، ولكن هنالك جزئيات فقط، هنالك جزئيات هي ممكن أن اللي خانته في هذه. كان نقدر نقول لك أن المنافسة اللي لعبت هنا في الكوت ديفوار تختلف تماما عن المنافسة التي لعبت في القاهرة. عوامل كثيرة، نقص اللاعبين، ممكن اللاعبين الذي لم يستخدمهم مثل ياسين إبراهيمي، بولايا، هنالك كثيرين جدا لم يتم استخدامهم إلى التشكيلة الوطنية لتدعيم المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا. أنا كان من الأفضل أنه يكون جاهز بدنيا وذهنيا وحاضر في المباراة أنه يشارك. لاعبين ممكن شرب عليهم الظهر وأكل. بعض اللاعبين لا أنتقد ولن أخصص أي لاعب بالخصوص، هم كلهم لاعبون لعبوا أدوا في المستوى لفترات طويلة. من جهة أخرى العامل البدني هو اللي خاد المنتخب الجزائري. أنا نقول ممكن أن اللاعبين لم يكونوا متعودين على الأجواء الإفريقية بالخصوص. عندما يكون رطوبة عالية أنت تعرف جيدا، وشفنا المباريات كلها كانت استقطاع ما بين يعني بين ربع ساعة وربع ساعة، يأخذوا قسط من الراحة. يعني أمر صعب جدا، صعب. عندما تكون لاعب تفهم ما أقول، يعني عند اللاعب يكون في أرضية الميدان يلهف 20-90 دقيقة كاملة وراء الكرة تحت الأجواء، تحت الضغط. هما ممكن أنه لاعبين إفريقيين متعودين على هذه الأجواء والبيئة نتاعهم فارضة نفسها، يعني متأقلم معها كشيء أنه أمر عادي بالنسبة له. ولكن عندما تغير المكان والزمان يختلف عليك الجو، تختلف عليك كل الأمور، تكون ضدك. على الأقل كان من الممكن التربص للمنتخب الجزائري، كان باعتقادي أنه يكون على الأقل ب20 يوم أو شهر على الأقل حتى يتأقلم اللاعبين مع الأجواء الموجودة هنالك في إفريقيا للدخول في المنافسة ويكون الأمر سهل بالنسبة لهم. أعتقد هكذا. يعني برضه يعني أنا معاك، ولكن إنك تاخد اللعيبة كلهم لعيبة محترفة في أندية كبيرة فصعب. يعني ده أونانا جه لعب مباراة مع مانشستر يونايتد وتاني يوم كان عنده مباراة في الكأس. فالأندية مش يعني، حتى شفنا
تصريح يورجن كلوب لما قال لاندو وتارو اندو لاعب المنتخب الياباني ولصلاح يعني انا لا اتمنى لكم التوفيق، ويعني عاوزهم يرجعوا له بسرعه عشان ان شاء الله. المنافسه صعبه والامور بتبقى صعبه في اوروبا. لكن من الامور ايضا ومن الاسئله اللي بتفرض نفسها بالنسبه لجمال بالماضي، هل اعتماده على الحرس القديم اللي قدروا يحققوا معاه البطوله في مصر 2019، هل اللعيبه دي ما همش هم خذلوه او مش هم رجال المرحله الحاليه؟ كان في الامكان افضل مما كان ممكن جمال بالماضي يطلع لنا لاعبين زي بالرحمه، وفي عنده يعني قاعده عريضه جدا من اللاعبين ما قدرش يستغلهم. التأليفة اللي لعب بها الكان الفترة الأخيرة تأليفة أعتقد أنها يعني مزج ما بين اللاعبين الذين لعبوا النسخة 2019 بالإضافة إلى لاعبين الذين تم استخدامهم. على سبيل المثال وسط الميدان الذي تم استخدامه، ذكرني باسمه، مش زرقي، لا شايبي فارس شايبي الذي تم استخدامه. فارس شايبي ممتازة ورائعة كان في المستوى. المباراة الثانية تم إيقافه ودخول في مكانه في سفيان فيغولي. يعني ممكن سفيان فيغولي في الوقت اللي رانا نشوفه فيه مش سفيان فيغولي تاع 2019. انت تعرف انه الانسان لما يزيد في السن ينقص من الناحية اللياقة البدنية حتى الجهد البدني. هنالك لاعبين ثابتين يعني في ادائهم في مع انديتهم. انا ارى في اعتقادي انه يوسف عطال ناقص منافسة ومش يشارك مع منتخب مع ناديه عفوا نيس وموقف. يعني كان من المفترض التخلي عنه. ياسين إبراهيمي، نعم أحمد حسين، ياسين إبراهيمي لاعب مؤثر حقيقة، لم يتم استدعائه إلى التشكيلة. هنالك عناصر ممكن كان من المفروض على الأقل استخدامها اللي تكون مع المنتخب، يعني تحتاجها في الضرورة. يعني مثلا اللاعب ياسين إبراهيمي صانع ألعاب وسط ميدان، يخلق فرص، يعرف يعني يتميز بالفرديات، يفتح المساحات، يعرف كيف يسير المباراة، يعني تعتمد عليه أفضل من بالطالب. يعني بالطالب يلعب وسط ميدان وأصلا وسط ميدان دفاعي، ممكن لم يكن موفقا لحد ما، ولكن هذه المنافسة. المنتخب الجزائري تعادل مباراتين وخسر المباراة أمام موريتانيا. كرة القدم هكذا تعترف بالقدر البدنية. معلش يعني منتخب بحجم الجزائر يلعب 2 كان متتالي وما يقدرش يحقق انتصار في مباراة، صعب وغير مقبول انه يلعب يعني حتى مجموعة ما يقدرش. منتخب الجزائر منتخب كبير، اعتقد انه لو بالمنتخب المحلي كان يقدر في مجموعته يصعد. اكيد قلت لك هنالك عوامل كثيرة هي اللي أثرت وخلت المنتخب يتراجع مردود، وشفنا نافس عدة منتخبات على مستوى عالمي على غرار كولومبيا، مكسيك، شمال يعني مكسيك والمانيا الجنوبية، يعني منتخبات في المستوى عالمية. لعب 37 مباراة بدون انهزام، ولا منتخب عربي قام بها سلسلة متواصلة من الفوز مع جمال بالماضي. يعني نتائج لا نكون جاحدين على هو جمال بالماضي. انا بسألك الأسئلة اللي بتدور على ألسنة الجمهور الجزائري. جمال بالماضي كرقم او كأرقام عدد مباريات هو يمكن ما خسرش حوالي من 5 ل 7 مباريات في مسيرته، ولكن جمال بالماضي كأس العالم بيخسر ويفشل في الوصول للنهائي، رغم انه انتصر على الكاميرون في الكاميرون، ثم يفاجئنا كالفرقنا العربيه اللي هي الغير متوقعه خلاص ضمننا الماتش فيخسر في عنابه، ثم يجي في الكان الافريقي اللي هو حامل اللقب الكان الافريقي اللي هو اللي قبل الاخير يخسر ويخرج من دوري المجموعات، ثم ياتي في هذا الكان ويكرر الكره مره ثانيه ويخسر امام الاشقاء موريتانيا 1-0. يعني مع الفارق السنه ضوئيه ما بين الكره في موريتانيا والكره في الجزائر، مع الاحترام للاشقاء في موريتانيا، لكن منتخب الجزائر كان مرشح. نزيدك معلومه زميلي وائل، انه التحكيم في افريقيا كان ضد الجزائر 100%، كان ظاهر للعلن حتى تغاضي الحكم على 3 ضربات جزاء واضحه للعلن، يعني ولا واحد ينكرها.
يعني حتى الفار يعني لم يكن منصفا مع المنتخب الجزائري. كان ممكن في المباراة الأولى منحنا ضربة جزاء، المباراة الثانية صرف ضربة جزاء تغاضى عنها الحكم يعني، وخلى يعني إفريقيا، وتعرف الكولسة في إفريقيا وعدمة إفريقيا. شوف أنت أدرى وأنا أدرى وعلى بالنا وش اللي ما يدور وما يحق في الكواليس، يعني حتى أن المباريات الحكم الإفريقي ما عندوش الشجاعة الكاملة أنه يدير مباراة على يقين، على باله باللي 90 دقيقة. خلينا نتحفظ على بعض الكلام ما نقوله بإفريقيا ونعرف أبجدياتها حقيقة. قلت لك التحكيم في إفريقيا لا حديث ولا حرج، ظلمت بعض المنتخبات ومنحت ضربات مجانية لبعض المنتخبات. عندي حتى تعليق إفريقيا. شفت البطولة اللي قامت كأس العرب التي قامت في قطر، وكان يعني التحكيم أوروبي وليس آسيوي. حتى التحكيم الآسيوي كان ثانوي وليس صاحب الساحة يعني. وشفنا الفار ألماني، وشفنا يعني جودة، وشفنا يعني أدق التفاصيل، يعني مستوى راقي وتطور من الكرة مذهل وملاعب وبنية نعم نعم. طيب تفضل. هنسيب منتخب الجزائر يعني اتكلمنا، لكن يعني طبعا جمال بالماضي استقال من تدريب منتخب الجزائر، وانا اعتقد انه ممكن نشوفه في قطر، لانه يعني يمسك فريق في قطر ومن الاسماء الكبيره، ونتمنى له التوفيق في قادم المواعيد. لحد الان زميلي وائل لم يتم الاستقاله من منصبه لحد الان. ما زالت الاخبار ما زالوا على رأس القائمة يعني. حتى هنالك عقد ممتد حتى 2026 إذا كان أمر آخر سينفصل يعني طلاق بالتراضي بين الاتحاد الجزائرية وجبل الماضي. مش عايزين نتكلم في النقطة دي يعني، صعب يعني نتكلم. طيب هنسيب